السلام عليكم. حبيت نتكلم عن الموضوع اللي صار في طريق الجمعة هذه، وشي وجع لي قلبي والله. أنا شفت برشا توانسة يعملوا في فيديوهات ويعملوا في سيكونسات وشوي شارلي وهما ضد الأتاك ومش عاجبهم الحال، وذي حرية تعبير وناس مسكرة. حرية تعبير، ها؟ حرية تعبير يمسولك الرسول متاعك، ها؟ حرية تعبير يصورولك الرسول صلى الله عليه وسلم عريان، ويصوروه يرضع في بيبي، ويصوروه معناه على حاجات تحشم حتى الواحد باش يقول. هذه حرية التعبير اللي تحبوها معناه. ومحلاكم في النفاق وضربة ضربتين فلسطين وغزة ونحن مسلمين، وتلقاكم تعملوا في حاجات تقول الدنيا خلير. تقول تونس تشرفني أنا كنت تونسي كي نشوف الحكايات اللي تعملوا فيها، وتجيبوا في أهم حاجة اللي هي معناها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو أبوك وبابا وأمي وأمك، اللي هو أحد اللي باش يشبع فيك نهار آخر. يا خامش ويا خامجة، أنا الرسول اللي بكى عليكم قبل ما يشوفكم، رسول بكى عليكم قبل ما يشوفكم، تجي أنت وتقول لا ما يجيش هذه حرية التعبير. هذه حرية التعبير اللي تعلمتها في دينك معناها، هذه اللي علموها لك أمك وأبوك. هذه حرية التعبير اللي تقول أنت أنا مسلم. أنا قمة الدناء معناها صارت الحكاية معناها في ويلز، معناها صارت في الدنمارك، وقلنا بي ويش نعملوا لما هذوما يكرهونا ويقولوا بلا بلا. يصير في فرنسا معناها اللي نصها مسلمين، اللي خويا غادي واختك غادي وفاميلياتنا معناها، وعندنا برشا حكايات غادي. ليش حبوا يمسوك المرة هذي؟ حبوا يشوفوك اش تقول انت، حبوا يروحوا بيك، حبوا يعملوا لنا برشا حكايات انت ما تفهمهاش خاطر يكرهونا. ليش نهار مسلم انت يصور فيه عيسى ولا موسى ولا عمل الحكايه مشوم عليهم؟ علاش؟ خاطر نحبوهم، احنا نحبوا العباد الكل ونحترموهم، يحترمونا هما. انا نتمنى باش نشوف الرسول، نتمنى باش نشوفه. انا ما نصليش ولا عمري صليت ونذكر كل شيء، لكن هما نقعد مسلم الداخل. انا نتمنى باش نشوف الرسول، ونهار يجي باش نشوفوه عريان معناها على يدينا عباد مسخ. نهار باش نشوف الرسول نشوف يطلع في بيبي وسفناري وبيجن على رؤوسكم يا كلاب يا مسخين. طول عليكم، محمد يقعد اشرف منكم صلى الله عليه وسلم. تكرهوا ولا تحبوا نقعدوا خير منكم. شرفش بيكم يا توانسة.